لقمان، انت دري. راجل. هاد السؤال ما تقدرش تسولو لولدك في السويد ولا في المانيا. علاش؟ حيت هاد السؤال يقدر يخليك عمرك تشوف ولدك، حيت سيدي كيقول لك هذيك حريته يكون هو اللي بغى دري ولا دريه، انت ماشي سوقك، هو اللي غيعزل. واخا راه مازال طفل، تقريبا كاع الدول الاوروبيه وحتى كندا وامريكا يقدروا يديو لك ولادك لاتفه الاسباب. ومن الاسباب انك انت ما بغيتيش تندمج معاهم في المجتمع ديالهم، ولكن شنو هو الاندماج؟ هو انك تنازل على ثقافتك ودينك وما تفرضهمش على ولادك. وملي كتدخل ولدك الحضانه وهو طالع غيقراو غير داكشي اللي بغاو هما، بحال انواع الاسر، اب وام، اب واب، ام وام، وام بوحدها، بحال اللي كيديروا النسويات دابا. غيقراوهم على الالوان وباللي حريتك وتقدر تجرب، وإلا عجبك الحال حنا نعاونوك تبدل الجنس ديالك. والمصيبه هادشي موجه للاطفال ابتداء من 5 سنوات. بحال بريطانيا كل عام كاين اسبوع ديال الالوان، كتلبس فيه ولدك الالوان وكتصيفطو للمدرسه، وإلا ما بغيتيش غتهم بتهمه اضطهاد الشرف، بحال اللي كاينه في السويد. يعني الشرف اللي من المبادئ ديالنا وما عندهم تهمه، ومن هنا الا كنتي كتحبس بنتك انها تمارس، هنا غتسمى انك كدير اضطهاد الشرف. فاتوا مرحله الحريه المطلقه ولا فرض الانحراف بالقوه.